بلغ المنتخب المغربي نهائي بطولة أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. ويلاقي أسود الأطلس في المشهد الختامي منتخب مدغشقر بحثا عن تتويج ثالث في المسابقة. تتعاقب الأجيال وتختلف الأماكن، لكن شغف المغاربة بهذه البطولة ثابت بل يزيد. أسود الأطلس غابت طوعا عن النسخة الماضية، خلفتها أسود الترانجا حين زأرت في الجزائر، واليوم تقف أسود الشمال والجنوب وجها لوجه تتنافس على مكان في المشهد الختامي. الهدوء طبع البدايات، وأول شبه فرصة كرة من جوميس اعتلت عارضة مهدي الحرار. إعلان للنوايا عقبه تجسيد. العملاق جوزيف لايوس وجد نفسه وحيدا ليهزم حارس مرمى الرجاء. تقدم السنغاليون. لم يترك المغاربة المباراة تفلت من بين أيديهم، والحل جاء من الرجوي الآخر. تأتي الكرة بالخطأ لصابر بوغرين فأرسلها إلى الشباك السنغالية. عادت المواجهة إلى نقطة بدايتها. استلم المغرب مقعد التحكم، بحث عن أسبقية قبيل الاستراحة. العسكري أنس باش سدد هنا بين يدي مارك ديوف، وسدد موسى سيس كرة من بعيد أبعدها مهدي الحرار مبقيا على التعادل نتيجة للشوط الأول. ومع انطلاق الثاني أفلت مروان الوادي من الطرد بقرار من حكم المواجهة، والذي غير رأيه بعد الاستعانة بشاشة التلفاز. واستعان مهدي الحرار بقامته ليبعد يسارية صاحب الهدف جوزيف لايوس، والهدف حام حول المرمى السنغالية حين طار مارك ديوف ليمنع البركاني يوسف مهري من التهديف. أما البركاني الآخر أيوب خيري فرفض في أول ظهور له وبغرابة أن يحسم الأمور لمصلحة زملائه، بل كادت الأمور تسوء لو استغل البديل صار خروجا غير محسوب العواقب للمهدي الحرار. مضى الخصمان إلى شوطين إضافيين، وفي أولهما كاد مروان الوادني يتقدم للمغاربة لو لم يخطئ الإطار. 120 دقيقة أو يزيد لم تكفي، الحسم كان اضطراريا من نقطة الجزاء. أضاع السنغاليون ركلتهم الأولى وسجل المغاربة ركلاتهم الخمس. يوسف مهري وزملاؤه إلى المشهد الختامي والهدف. كأس ثالثة تفض شراكة المغرب مع الكونغو الديمقراطية على رأس قائمة المتوجين. عندنا واحد المجموعة كاين هاد الخاصيات هادو اللي ذكرنا كاملين، مجموعة جميلة. أي إنسان يتمنى يكون بيناتهم. أنا قلتها لهم مرة ما جوج ما ثلاثة، أولا كنبغيهم، ثانيا متشرف بتواجدي معهم لما لمست منهم من دي فالور اللي كبارين وكبارين بزاف بما فيهم التواضع. فمرة أخرى من تواضع لله رفعه، كل ما تواضع الإنسان كل ما ربي كيسهل له باش أنه كينجح في الحياة ديالو. الجور دو لا فينال إن شاء الله. فنظن المهدي بصم على واحد البطولة رائعة بكل صراحة. كل مقابلة لقيناه بأنه كيتحسن، وهذا راجع بالدرجة الأولى لامونتاليتي ديالو، ليطا ديسبري ديالو، من كذلك راجع الإخوان ديالو غانيمي أكزداو اللي عايشين بواحد الطريقة طيبة بعضياتهم كإخوان كيساعدوا بعضياتهم وتيعطيوه الثقة. كنظن لأنه كذلك كيرجع الفضل لسعيد بدو العمل الكبير اللي في واحد الطرف وجيز كذلك، وقدر يطور من هاد الحراس ومن الحرار. و تو سامبلومون كان عندنا لا كونفيونس فيه بأنه غادي يخرج المقابلة إن شاء الله وغادي يرديها للكفة ديالنا. فاون سامبل كلام ديال المدرب من أجل أنه يموتيفي اللاعب ديالو ويديروه في أحسن حلة ممكنة من أجل تصدي لضربة الجزاء. شوف، أولا ذكرتيني بأن رضا الله ثم رضا الوالدين ثم العمل بجدية وبإخلاص كيعطي النتائج ديالو. من اليوم يمكن نضيف حاجة أخرى، من تواضع لله رفعه. بكل صراحة الجميل التواضع في الحياة كيجعل الإنسان أن ديما يكون راسو صغير، يكون ديما عارف شنو باغي، ويكون ديما كيبحث على الاجتهاد وكيبحث على أنه يطور.
وكيرجح أي شيء أكيد لله. فكذلك الإنسان اللي كيكون متواضع فربي كيسخر له الأمور وكيسهل له الأمور. وحنا الحمد لله عندنا واحد المجموعة كاين هاد الخاصيات هادو اللي ذكرنا كاملين. مجموعة جميلة، أي إنسان يتمنى يكون بيناتهم. أنا قلتها لهم ما مرة ما جوج ما ثلاثة، أولا كنبغيهم، ثانيا متشرف بتواجدي معهم لما نمس منهم من دي فالور اللي كبارين وكبارين بزاف بما فيهم التواضع. فمرة أخرى من تواضع لله رفعه. كل ما تواضع الإنسان كل ما ربي كيسهل له باش أنه كينجح في الحياة ديالو. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني ديالك، لا سمحتي لي تذكرني به. نو. بالنسبة للميساج كنظن على أنه سي تري سامبل. حنا الشوط الثاني يمكن واحد الكرة في البداية ديال الشوط الثاني كانت كورنير ديالنا مازال نتذكروا، جات كرة بلا ما نذكر الاسم وضيعناها بواحد الطريقة اللي كانت ماشي جيدة. الوغ كان يمكننا من بعد الكرة الثانية نلعبوا للخلف ومن بعد نقلبوا على المكان الثاني. وهذيك الكرة هي اللي ردات الفريق الخصم تقريبا واحد 10 دقائق، وبما فيهم الخطأ اللي كان غادي يكون مكلف، وخلات الفريق الخصم تقريبا واحد 10 أو أكثر وهما عندنا. وباننا بأن في ذاك الفترة هذيك أن عقلته البارح كنت كنقول لكم بأن سيت ماتش ديال لي ديتاي، وبان بأن سيت ماتش ديال لي ديتاي ماشي مقابلة سهلة. مرة واحدة أخرى الفريق قوي، وحتى في الأخير فاش في الأشواط الإضافية واخا بصح حسينا بأنه ولينا في المقابلة ولينا أفضل، وهما كما يمكننا نقولوا بحال نزلوا السلاح ولاو كيلعبوا هيك كرات طويلة. ولكن مع ذلك كان خص يبقى الحيطة والحذر، لأن في كل لحظة يمكن لهم أنهم يباغتوا أو يمكن يدار واحد الخطأ اللي يمكن له أنه يصعب الأمور علينا. فكان خصنا نلقاو واحد ليكيليبر بين أننا ولينا في المقابلة ويمكننا نسجلوا ولكن بلا بتهور، لأنه مرة واحدة أخرى مقابلة كتلعب على دي ديتاي. فمقابلة ما كانتش سهلة بكل صراحة. والوقت اللي تداروا لي شونجمون كنظن لي شونجمون يعني الدخول ديال خيري كذلك عطانا اون ستابيليتي في الميليو تيران، وباش عطانا اون ميور اوسي ستابيليتي وامكانيه اخراج الكره بطريقه افضل واسرع، وهذا اللي جعلنا اننا ولينا افضل في المقابله الحمد لله. Vrai, on n'a pas bien fait une bonne entame du match, c'est sûr, pas comme d'habitude, parce que le bloc il était trop bas. Le moment où on doit sortir le ballon, on le sort avec une lenteur, avec beaucoup de touches. Il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas contrôle-passe. On essaye de trouver la largeur pour aller vers la verticalité et la profondeur. C'était très très lent avec un bloc très très bas. Et souvent même le placement de nos latéraux, surtout sur le côté droit, ils étaient trop proches l'un des autres. Et ils mettent eux-mêmes dans une phase de pression facile pour l'équipe adverse. On a trouvé des difficultés. Alors, je pense que l'entame du match n'était pas bon. Mais après, on a corrigé et l'équipe a retrouvé son équilibre.